اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. هنتكلم النهارده عن مشكله او مرض ان مفيش حد فينا ما يعرفوش او ما عنداش عليه قبل كده، وهو ارتفاع ضغط الدم او الهايبرتنشن او الضغط زي ما بيقولوا، لدرجه انه موجود عند شخص من كل 3 اشخاص من سكان العالم كله، واكتر من ربع السكان في مصر هنا بيبقى عندهم الضغط. ومصر في المرتبه رقم 15 عالميا في حالات الوفاه من امراض القلب بنسبه 32%. والمشكله الاكبر ان تقريبا نص الناس اللي بيبقى عندهم الضغط مش بيبقوا عارفين ان عندهم، وجزء من النص التاني اللي عارفين مش بياخدوا العلاج بتاعه كويس. عشان كده موضوع مهم وهنتكلم في الحلقه دي مع بعض ونشرح فيها بطريقه بسيطه يعني ايه ارتفاع ضغط الدم وازاي تتخلص منه نهائيا ان شاء الله، واحسن طرق العلاج ليه وبدون اي ادويه. وعشان زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، فمش هنتكلم عن العلاج بس، هنتكلم ازاي عن الوقايه منه وازاي تحمي نفسك منه. معاكم جورج رضا في قناه دكتور فيت، ويلا بينا نبدا على طول. اي سائل موجود جوه انابيب بيبقى محتاج ضغط معين او طاقه معينه من مضخه رئيسيه عشان السائل ده يتحرك جوه الانابيب. نفس الفكره في جسم الانسان بالظبط. فتعالوا نتخيل مع بعض ان المضخه الرئيسيه دي هي القلب، والانابيب اللي هي الشرايين، والسائل ده اللي ماشي هو الدم. يعني ايه بقى ضغط الدم؟ هو الضغط او الطاقه اللي عضله القلب محتاجه تبذلها عشان تمشي الدم ده جوه الانابيب بتاعته او الشرايين عشان خاطر يوصل ويغذي خلايا الجسم كله. يعني ايه بقى ارتفاع ضغط الدم او الهايبرتنشن؟ يعني حصل زياده او ارتفاع في المقاومه او الضغط اللي موجوده في الشرايين دي لسبب ما، فبالتالي الدم وهو ماشي جواها هيواجه صعوبه، فعضله القلب هتحتاج تزود من شغلها عشان تعوض المقاومه الزياده دي اللي موجوده في الشرايين، عشان تخلي الدم يمشي جواها طبيعي من غير ما يواجه اي صعوبه ويوصل للجسم كله. اعتقد كده وصلت بطريقه بسيطه، ولو عجبتك الطريقه دي ممكن تكتب لنا في الكومنتات. نيجي بقى للرقمين اللي بنشوفهم بتوع الضغط اللي هم فوق وتحت، ونعرف كل واحد بيعبر عن ايه وايه الفرق بينهم. الرقم اللي فوق السيستوليك بلاد بريشر، ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم ده بيعبر عن ضغط الدم عند انقباض عضله القلب. فطبيعي الرقم اللي تحت اللي هو الديستوليك بلاد بريشر، ضغط الدم الانبساطي، هيعبر عن ضغط الدم عند انبساط عضله القلب او هي فتره الراحه بتاعتها. والرقم بتاعهم الطبيعي او المتعارف عليه اللي هو 120/80. لكن طبيعي جدا يحصل فيه تغيرات بسيطه، زي مثلا لسه صاحي من النوم، لسه مخلص تمرين، لسه شارب قهوه، في حاله ستريس او توتر عاليه، فطبيعي الرقم ده يتغير شويه. لكن اللي مش طبيعي بقى ان الرقم ده يفضل متغير فتره كبيره وكل مره تقيسه في اوقات مختلفه ويفضل متغير. في الحاله دي يفضل تكشف عند دكتور متخصص وتلحق نفسك بدري، عشان الهايبرتنشن او الضغط بيطلق عليه سايلنت كيلر او القاتل الصامت. طب ليه بقى بيسموه كده؟ عشان الضغط ممكن يفضل عالي فتره كبيره في جسمك من غير ما يبان عليك اي حاجه، ويفضل يعمل تلف في انسجه كتير في الجسم من غير ما يبان عليك اي اعراض، وعقبال ما يبدا يظهر عليك اعراض يكون الموضوع وصل لمراحل متاخره جدا. عشان كده كنا قايلين في اول الفيديو ان نص الناس تقريبا اللي عندهم الضغط مش بيبقوا عارفين ان هم عندهم الضغط. وكمان من نعم ربنا علينا الاحساس بالالم او الاعراض، عشان زي اشاره كده ان في حاجه غريبه مش مظبوطه بنعرف ان في مشكله وبنروح على الدكتور ونحاول نعالجها. لكن العكس بقى في الامراض الخبيثه. ليه بيسموها امراض خبيثه؟ عشان الامراض دي بتبقى موجوده في الجسم فتره وتفضل تدمر في خلايا الجسم وتعمل مشاكل كبيره جدا من غير ما يبان اي حاجه، يبقى الشخص سليم جدا ومش باين عليه اي حاجه، وعقبال بقى ما يبدا يبان يكون المرض ده دخل في مراحل متاخره جدا ويبقى صعب نلحقه وقتها. طيب نروح بقى لاشهر الاسباب اللي بتسبب ارتفاع ضغط الدم والهايبرتنشن. الهايبرتنشن او ارتفاع ضغط الدم مش بيجي من يوم وليله، بيجي نتيجه تراكمات فتره طويله، وبيبقى فيه منه نوعين، البرايمري هايبرتنشن او الاولي، والسكندري هايبرتنشن او الثانوي. والبرايمري برضه بيطلق عليه الاسينشال او الاساسي، وبيمثل نسبه من 90 ل 95%، وبيقولوا عليه ان هو غير معلوم المصدر او ملوش سبب معين. بس من اكتر ريسك فاكتور او العوامل اللي بتسببه ممكن يكون عوامل وراثيه وجينات وراثيه، او مقاومه انسولين، او سكر، او لايف ستايل بايظ، عادات غذائيه غلط، والنشاط البدني ضعيف، مش بيمارس اي رياضه، وبيدخن وبيشرب كحول، وعنده سمنه او وزنه زايد. طب ازاي بقى بتقول ان هو غير معلوم المصدر، وازاي بتقول من ضمن الاسباب اللي بتسببه؟ عشان طبيعي عمرنا ما نشوف مثلا حد جسمه رياضي ومحافظ على صحته ومحافظ على اكله ومش بيدخن وتلاقي عنده ضغط، وصعب قوي. لكن في العكس بقى، حد اللايف ستايل بتاعه بايظ ومش بيمارس اي رياضه وبيدخن وعنده مقاومه انسولين او سكر، نسبه انه يبقى عنده ضغط بتبقى عاليه جدا. واخر الابحاث كلها دلوقتي بتاكد الموضوع ده، ان اللايف ستايل ومقاومه الانسولين والسكر والسمنه ليهم علاقه كبيره بالضغط والهايبرتنشن، عكس زمان كان يقول لك غير معلوم المصدر. وهحط لك صور هنا بالكلام ده
وهحط لك برضو المصادر موجوده في الديسكريبشن تحت، ممكن تتفرج عليها. ونروح بقى للنوع الثاني، السكندري هايبرتنشن. ده بيمثل 5 ل 10%، وده بيجي بسبب حاجه حصلت او مشكله حصلت في الجسم ادت الى ارتفاع ضغط الدم. ومن ضمن اشهر الاسباب اللي بتحصل بتسبب كده، اول حاجه الرينال ارتري ستينوزس، ضيق الشريان اللي بيغذي الكلى، او مشاكل في الغده، الثيرويد جلاند المسؤوله عن هرمون الحرق، او مثلا في الكوشنج سندروم بيبقى هرمون الكورتيزول عالي قوي. الاسباب دي كلها بتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم الثانوي وغيرها كتير. نروح بقى لاشهر اعراض ارتفاع ضغط الدم او الهايبرتنشن. ممكن يحصل صداع شديد، غثيان او قيء، اريزميا، عدم انتظام ضربات القلب، دوخه، مشاكل في الرؤيه والنظر، نزيف من الانف وطنين في الاذن، وصعوبه في النفس. لو واجهتك اي من الاعراض دي يفضل تروح تكشف عند دكتور متخصص عشان تلحق نفسك بدري. ونيجي بقى لاهم جزء في الحلقه دي، وهو افضل علاج لارتفاع ضغط الدم والهايبرتنشن وبدون استخدام اي ادويه. وليه بنقول بدون ادويه؟ عشان مثلا حد راح يكشف عند دكتور بسبب الضغط، اللي هو اللي الضغط جاله بسبب مشاكل تاني، الدكتور بيكتب له على ادويه الضغط. هو هنا مش بيحل المشكله، عشان الادويه مش هتحل المشكله. الادويه ما الا بتعمل انها بتقلل من الاعراض، لكن مش بتعالج المشكله الرئيسيه. فلو بدات على ادويه هتفضل تكمل عليها طول حياتك، عشان ما عالجتش المشكله الرئيسيه اللي هي مقاومه انسولين، سكر، تحسين لايف ستايل، سمنه او وزن زايد. في الاغلب بتبقى هي دي المشاكل الرئيسيه اللي بتبقى موجوده. لكن الادويه زي ما قلنا هتقلل من الاعراض وتعمل كفر او تغطي على المشاكل الرئيسيه دي. فانت لو عالجت الموضوع من الروت او الجذر بتاعه، الضغط هينزل لوحده، عن طريق بقى انك تظبط اللايف ستايل بتاعك كله، تظبط اكلك، تحسن الاكل اللي بتاكله، تبدا تنزل الجيم تتمرن. حتى لو مش هتقدر تنزل الجيم وتتمرن، يا عم على الاقل مارس اي رياضه تاني، العب كوره، العب طايره، العب باسكت، سباحه، او حتى على الاقل اتمشى نص ساعه او ساعه في اليوم. الرياضه هتحسن من صحه القلب والاوعيه الدمويه، وليها دور كبير في علاج مرض السكر، انها بتعلي من حساسيه الانسولين سنسيتيفيتي، وتقلل من الريزيستنس او مقاومه الانسولين، وبتقوي من عضلاتك وتحسن شكل جسمك. فانت لو ظبطت كل ده هتعالج مقاومه انسولين، تعالج سكر، تعالج ضغط، تعالج سمنه، تعالج اثيروسكليروز او تصلب الشرايين. بمجرد تظبيط اللايف ستايل بتاعك هتعالج كل ده. انت متخيل؟ وما تقوليش بقى الاكل بقى غالي، اشتراك الجيم بقى غالي، انت عارف اللحمه والفراخ بقوا عاملين كام دلوقتي. عاوز اقول لك الاسعار دي كلها ما تجيش ولا حاجه جنب اسعار الادويه والعلاج اللي هتقعد تشتريه، ولا تيجي حاجه جنب تعب لفك على الدكاتره واسعار الحجوزات والكشوفات. فرجع تاني اولوياتك وخد قرارك، وما تنساش ان الوقايه خير من العلاج. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى تكون استفدت ووصلت بشكل بسيط. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو عشان الكل يستفيد. وما تنساش جيت فيت مش دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.